مناولات من لاعبي بلدية البصرة. هنا محاولة للدخول وبرافو، تصدي ممتاز، تصدي مثالي من حارس مرمى الكوت في هذه الدقائق. كرة محاولة فاست بريك لكنها لا زالت هنا، وهدف. هدف يسجل لمصلحة الضيوف الكوت، يسجلون بهذه الدقائق. فريق الكوت الذي يقدم لغاية الآن ولغاية هذا الموسم موسم جيد لفريق الكوت، فريق الذي يعني تحدث عن خسارة وحيدة وثلاثة انتصارات. نعم، هو خسر في المباراة الأولى مع الحشد ب21-20، ولكن فاز على فريق الفتوة. نادي الكوت فاز على فريق الفتوة في الدور الثاني ب31-20، وفي الجولة الثالثة أيضا فاز على فريق كربلاء في كربلاء 30-20، وأيضا في الجولة وفي الدور الرابع الكوت حقق فوز على نفط البصرة ب34-23، ولكن في الدور الخامس كانت المباراة مؤجلة. كرة من بعيدة كادت أن تأتي بهدف لمصلحة الكوت، ولكن كرة عادت من جديد لمصلحة فريق نفط البصرة من كرار حمود. كرار حمود ومحمد عبد الزهرة والبقية. تحدث عن محمد حميد وكرار حمود ومحمد عبد الزهرة والأسماء الأخرى. كرة ما زالت لمصلحة كرار حمود، واحد من عناصر الخبرة اللي موجودين بفريق بلدية البصرة. هنا محاولة ولكن التصدي، برافو، تصدي ممتاز. هدف 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 يأتي لمصلحة الضيوف، لمصلحة الكوت، يسجلون أسبقية وتقدم في هذه اللحظات بشكل ممتاز من مؤمن رؤوف لمرتضى عمران. تحدث عن بلدية البصرة أغلب عناصرهم عناصر شابة، لكن أيضا طبعا لديهم عناصر خبرة. تحدث عن محمود عبد الزهرة وكرار حمود، عناصر خبرة متواجدة بنادي بلدية البصرة. مناولات مستمرة، البحث لا زال مستمر لتسجيل الهدف والعودة من جديد. بلدية البصرة الفريق الذي يعاني في هذا الموسم 4 هزائم وانتصار وحيد، خسر في الجولات الثانية والثالثة والرابعة بشكل متتالي، ولكن هو حقق انتصار حتى في الدور الأول. أيضا خسر فريق بلدية البصرة 28-26 في ديربي كان نفطي مع نفط البصرة، في ديربي كان بصري في هناك في البصرة. هنا محاولة والبحث لا زال مستمر، محاولة للوصول، ولكن كرة عادت من جديد بحوزة فريق بلدية البصرة بهذه اللحظات. يبحثون يحاولون بين حيدر جعفر. كرة من جديد جاسم حيدر اللي سبق واللعب في منتخب ناشئين العراق. لا زال البحث مستمر، مناولات على الجوانب بالنسبة لبلدية البصرة. حسن وشاهد عودة، يحاول يبحث بهذه الدقائق جاسم حيدر والبقية، ولكن الكرة مرت من هناك وعادت من سريعة بشكل سريع. على ما يميز فريق الكوت الفاست بريك، لا يخطئ فريق الكوت عندما يهاجم. كرة من جديد مرتضى عمران مع كرار حمود والبقية. كرار حمود، مناولات موسى الكاظم اللي طبعا ايضا كان يلعب مع منتخب ناشئين العراق. بلدية البصرة يحاولون يبحثون بهذه الدقائق. هل سنشاهد عودة لهذا الفريق البصري هنا في البصرة في الفيحاء؟ مناولات، يبحثون يحاولون، والكرة خاطئة
الكرة خاطئة والبحث لا زال مستمر للكوت. الكوت خطير عندما يهاجم. لاحظ الباست بريك. أوه. الله الله على ما يقدم الكوت في هذا اللقاء بهذه المواجهة، ويسجل هدف. هدف إذن يسجل لمصلحة الكوت بشكل ممتاز. الكوت عندما يهاجم يسجل. من هناك مناولات لفريق بلدية البصرة. هسه نشاهد عودة. هو حقق انتصار وحيد بالنسبة لفريق بلدية البصرة، لكن هذه محاولة وهدف. هدف يسجل إذن لمصلحة الكوت. الأهداف تسجل بشكل ممتاز لفريق الكوت في هذا اللقاء. طبعا تحدث عن الطاقم التحكيمي في هذا اللقاء أمير غانم وحسين علي، بينما حكام الطاولة زينب فليح وروان حيدر، بينما المشرفين في هذا اللقاء تحسين دحلوس وهشام عباس. طبعا هذا قبل هذا اللقاء شاهدنا انتصار جاء لمصلحة ديالى، وبالتالي يتصدر مؤقتا برصيد 12 نقطة. طبعا أيضا لدينا الحشد حامل اللقب بنفس هذا التوقيت يدخل مباراة مع نادي كربلاء، وبالتالي الصراع قوي ومستمر. طبعا نذكر نادي الناصرية انسحب طبعا من دوري كرة اليد في هذا الموسم، وبالتالي شطبت جميع نتائجه، وبقيت الآن 10 أندية: الحشد وديالى والكوت والجيش ونادي نفط البصرة وكربلاء والفتوة والسليمانية وبلدية البصرة ونفط ميسان. هذه الفرق المشاركة في هذا الموسم، موسم 2025-26 في دوري النخبة العراقي لكرة اليد. هنا مخالفة لمصلحة بلدية البصرة. مناولات نفط البصرة، بلدية البصرة وفرق البصرية الأخرى المشاركة في دوري كرة اليد. هنا يحاول موسى الكاظم اللي سبق واللعب مع منتخب الناشئين، لا زال يبحث مع مؤمن رؤوف، ولكن فيها مخالفة. رمية إذن تحتسب رمية جزائية لمصلحة بلدية البصرة. هسه يعود بهذه الدقائق. هدف يسجل لكرار حمود، واحد من عناصر الخبرة المتواجدين مع بلدية البصرة، بينما هنا هجوم سريع والعودة، وهدف يسجل لمصلحة الكوت بشكل ممتاز بهذه الدقائق. الكوت أفضل، الكوت أحسن، أكثر مهارة. كرة أمامية، ولكن فريق الكوت عندما يهاجم يشكل خطر كبير بالنسبة لفريق الكوت. مناولات لاعبي بلدية البصرة يبحثون بهذه الدقائق من كرار حمود. لا زال من هنا موسى الكاظم، ولكن التصدي حاضر بهذه الدقائق. كرة أمامية لا زالت لمصلحة هنا، وهدف إذن يسجل لمصلحة الكوت بهذه الدقائق. يصلون إلى النقطة الخامسة، 5 أهداف لمصلحة الكوت. مناولات مستمرة، لا زال يبحث ويريد فريق بلدية البصرة من أن يعود للقاء. كرة من جديد عادت
لمصلحة الكوت. هل يتمكن طبعا فريق بلدية البصرة بقيادة المدرب مخلص عبد العباس من تحقيق نتيجة جيدة في هذا اللقاء، بينما هنا ولكن الكرة مرت يبحثون عن مخالفة بهذه الدقائق، ولكن يبقى التقدم لمصلحة الكوت. هنا في الدور السادس ديالا حقق فوز على نفط البصرة، الحشد مع كربلاء بهذا التوقيت، بلدية البصرة مع الكوت الآن، وأيضا لدينا الجيش مع نفط ميسان بهذه الجولة، ونادي السليمانية مع الفتوة غدا إن شاء الله. مناولات من جديد يحاول فيها، ولكن التصدي من حارس المرمى بشكل ممتاز، وكرة أمامية ولكنها مرت إلى الخارج. كرة من جديد لمصلحة بلدية البصرة بهذه الدقائق. هسه نشاهد عودة لهذا الفريق في صراع بين المدربين، مخلص عبد العباس الذي يقود كتيبة نادي بلدية البصرة، وتصدي ممتاز حارس المرمى في الكرة الماضية. كرة من جديد فريق الكوت بقيادة المدرب ضياء طالب. كرة من هناك من حيدر جعفر ومرتضى عمران وكرار حمود يحاولون مع زيد جعفر. محمد باقر علي رقم 10، وأيضا الأسماء الأخرى موسى الكاظم. يحاولون بلدية البصرة بهذه الدقائق، ولكن برافو على التصدي، حاضر بشكل ممتاز. الكرة لا زالت من هناك. فريق الكوت أفضل أحسن، يسجل هدف بهذه الدقائق. يصلون إلى النقطة السادسة للكوت. مناولات بلدية البصرة، يندفع بهذه الدقائق، يريد أن يحقق هدف، يريد أن يسجل حضور من خلال هذه الجولة وفي هذا الدور. الله على تسديدة مثالية، والكرة لا زالت. هدف يسجل لمصلحة بلدية البصرة. الآن اللعب صار أسرع، صار أجمل، صار أفضل. يحاول فريق الكوت من العودة بشكل سريع مع محمد وزير. فريق الكوت يعني يمتلك أسماء دولية، وهذا ما يميزه في هذا الموسم. تتحدث عن طبعا حسين علي حمزة وكرار حيدر، وأيضا أحمد مكي وعبد الكريم حسن وعلي عدنان، وهذه الأسماء بالتأكيد يعني أضافت الشيء الكثير لفريق الكوت في هذا الموسم. تحدث عن حسين علي حمزة، لاعب الذي لعب مع هو لاعب دولي، وأيضا لعب مع نادي الشرطة الموسم الماضي. مناولات لا زالت مستمرة. فريق بلدية البصرة يريد العودة هنا، هدف يسجل لمؤمل رؤوف. لا يمتلك مؤمل أي رأفة عندما يصل إلى الشباك وعندما يصل إلى المرمى. يريدون العودة بهذه الدقائق. الكوت خطير، يمتلك عناصر مميزة قادرة على تسجيل وتثبيت الحضور بشكل قوي من خلال دوري النخبة العراقي لكرة اليد في هذا الموسم، وهو طبعا ما يجعله متصدر أو منافس في يعني الفرق المتقدمة في جدول الترتيب مع الحشد وديالا. وهذا ما ميز طبعا فريق الكوت من خلال هذا الموسم اللي يقدم حقيقة مستوى جيد. كرة من جديد من هناك لمصلحة بلدية البصرة. زيد جعفر ومحمد باقر علي
محمد باقر علي. من جديد بلدية البصرة بهذه الدقائق مع مرتضى عمران والآخرين، ولكن الكرة لم تصيب الهدف ولا زالت هنا سريعة لمصلحة الكوت. فاست بريك وهدف إذن يسجل، هدف يسجل بهذه الدقائق بشكل ممتاز للكوت. أفضل، أحسن، أقوى، أجمل، أسرع، كل الأوصاف على الكوت من خلال هذا اللقاء. كرة من جديد عادت لمصلحة بلدية البصرة. مناولات، هسه نشاهد عودة لهذا الفريق من خلال هذا الدور. أم لفريق الكوت أن يسجل طبعا انتصاره الرابع، إذا حقق انتصار اليوم بالنسبة لفريق الكوت، وطبعا انتصار وحيد سجل بلدية البصرة أمام 4 انتصارات للكوت، وهذا طبعا يعني يفسر قوة وإمكانية الكوت من خلال هذا اللقاء وتفوقه على فريق بلدية البصرة. بلدية البصرة الفريق الذي هو طبعا في المركز القبل الأخير، في المركز التاسع ب3 نقاط فقط. طبعا بلدية البصرة لديه 105 هدف مع أهداف اليوم يكون وصل إلى 108، ولكن مستقبل أهداف كبيرة، 158 هدف على فريق. لكن هنا محاولة وهدف، هدف يسجل إذن لمصلحة بلدية البصرة بهذه الدقائق، يسجلون بشكل ممتاز. كرة من جديد عادت لمصلحة فريق الكوت. الكوت عن طريق رائد عبد زيد اللي سبق واللعب للديالة. هنا وهدف. الله 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 على الكوت من خلال هذا اللقاء وعلى تفوقه وإمكانياته، بينما هنا بلدية البصرة يندفع للأمام يريد أن يسجل، ولكن الصافرة. الكرة لا زالت مستمرة لمصلحة بلدية البصرة. مناولات للعودة من جديد. الله 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 على التصدي، روعة ورائع وجميل هذا التصدي لفريق الكوت، لحارس مرمى الكوت في الكرة الماضية. كرة من جديد لا زال بلدية البصرة يبحث ويريد أن يسجل وأن يعود من جديد، ولكن التفوق واضح وكبير للكوت، 12 هدف مقابل 4. بينما هنا تأتي مخالفة، رمية جزائية، رمية جزائية على تنفيذها كرار حمود، الخبرة كرار حمود. رمية جزائية، هل سيتمكن؟ وهدف، هدف يسجل، يصلون إلى النقطة الخامسة. هدف خامس، نعم هدف خامس وليس النقطة الخامسة بالنسبة لبلدية البصرة. مناولات لا زالت مستمرة. علي طارق اللي سبق واللعب لديالة، والأسماء الأخرى مع علي عدنان اللي أيضا دولي ولعب للشرطة، الأسماء اللي طبعا يعني يعتمد عليها بشكل كبير الكادر التدريبي من خلال هذا الموسم للوصول إلى صدارة الدوري. ما زلنا أيها الأحبة مشاهدي قناة الرياضية العراقية، وهذا النقل الحصري لدوري كرة اليد في الدور السادس. كرة لمصلحة أحمد حسن، لمصلحة الكوت. الكوت يسجل حضور قوي ويثبت نفسه كمنافس. طبعا نتحدث عن الجولة الماضية الدور الخامس، نفط البصرة اقتصر على نفط ميسان 49 مقابل 16. وأيضا طبعا تحدث عن أيضا الفتوة الذي خسر من أمام بلدية البصرة
25 مقابل 26. ولكن الناصرية انسحب الناصرية في مباراته مع كربلاء. وطبعا لدينا مباراتين مؤجلتين في الدور الخامس الماضي، الحشد مع السليمانية والجيش مع الكوت. طبعا تحدث عن مباريات نادي الكوت، خسر من أمام الحشد في اللقاء الأول، بعد ذلك فاز على فريق الفتوة، وفاز على كربلاء، وفاز على نفط البصرة، ولديه مباراة مؤجلة في الدور الخامس. وهدف إذن هدف جديد يسجل لمصلحة فريق الكوت بهذه اللحظات، يصلون إلى الهدف 13 هدف إذن لمصلحة فريق الكوت. هنا المناولات لا زالت مستمرة لمصلحة بلدية البصرة بهذه الدقائق. هسه نشاهد عودة تأتي لمصلحة هذا الفريق أن يعود وهو يلعب في قاعته، في ملعبه، في قاعته نعم أمام جماهيره. هنا رمية ومخالفة لعبت بشكل سريع لبلدية البصرة، وهدف رائع، هدف جميل جدا يسجل إذن بهذه الدقائق لمصلحة بلدية البصرة. جاسم حيدر بشكل ممتاز، يصلون إلى الهدف السادس لبلدية البصرة. رائع ما يقدمه فريق الكوت من خلال هذا اللقاء. من هناك لا زالت المحاولات مستمرة، هنا من جديد هدف آخر يسجل لمصلحة بلدية البصرة. الآن بدأ يريد أن يعود ويعيد نفسه فريق بلدية البصرة من خلال هذا اللقاء. كرة من جديد الصافرة ومخالفة لمصلحة الكوت بهذه الدقائق. هسه نشاهد هدف، هسه نشاهد عودة لمصلحة فريق بلدية البصرة، ولكن الكوت حقيقة يسجل حضور قوي من خلال هذا اللقاء. مناولات لا زالت مستمرة، من هناك يبحث ويريد ويحاول للأمام، والله على كرة كادت أن تأتي في الشبكة ولكنها مرت بأمان، ولا زالت مستمرة. يحاولون بهذه الدقائق لمصلحة فريق، الدقائق متبقية قليلة على نهاية الشوط الأول. كرة من جديد لا زالت هنا محاولة، وهدف إذن يسجل بشكل ممتاز لفريق الكوت. يسجلون بهذه الدقائق، يصلون الهدف رقم 14. رائع الكوت ما يقدمه من خلال هذا اللقاء. بلدية البصرة الآن يندفع للأمام، يريد أن يعود. مناولات على الجوانب بالنسبة لبلدية البصرة مع كرار حمود، وأيضا زيد جعفر ومرتضى عمران والأسماء الأخرى يبحثون بهذه الدقائق، ولكن تأتي صافرة ومخالفة لمصلحة بلدية البصرة. تلعب بشكل سريع هنا للأمام، ومخالفة أخرى لعبت بشكل سريع من جديد بلدية البصرة، ولكن إيقاف دقيقتين على لاعب فريق الكوت محمد وزير. فريق الكوت هو المتفوق أفضل وأحسن من خلال هذا اللقاء. كرة من جديد لا
لمصلحة بلدية البصرة بهذه الدقائق، يريد هدف، جول، هدف يسجل، عفوا هدف يسجل لمصلحة فريق بلدية البصرة، وهدف آخر، هدف بشكل جميل جدا يسجل لمصلحة فريق الكوت بهذه الدقائق عن طريق عبد الكريم حسن الدولي الذي أيضا لعب مع الشرطة. مناولات مستمرة، لا زالت فريق بلدية البصرة بهذه الدقائق يريد أن يسجل ويريد أن يعود من خلال هذا الشوط لفريق بلدية البصرة. الله على التصدي، وهدف، هدف إذن يسجل أو لم يسجل. كرة لا زالت من هنا يحاول فيها، ولكن الكرة الماضية الكوت متفوق 15-9. كرة لا زالت هنا محاولة وهدف، هدف إذن يسجل بهذه الدقائق لمصلحة فريق بلدية البصرة. كرة من جديد عادت لمصلحة الكوت، عبد الكريم حسن ورائد عبد زيد يحاولون بهذه الدقائق هنا، وهدف آخر، هدف روعة ورائع جميل يسجل لمصلحة فريق الكوت بهذه الدقائق. يريد فريق الكوت أن يكون يعني ينافس على المراكز المتقدمة بقيادة طبعا المدرب ضياء طالب، وهو صراع أيضا مع المدرب الآخر مدرب بلدية البصرة المدرب مخلص عبد العباس. مناولات، مخالفة لمصلحة فريق بلدية البصرة بهذه الدقائق. يريدون يبحثون يحاولون لهذا الفريق، يريد أن يسجل، يريد أن يعود للقاء. الهزائم كثيرة لهذا الفريق. هنا محاولة ولكنها وصلت للحارس ولعبت بشكل سريع، فاست بريك وهدف، هدف آخر يسجل لمصلحة فريق الكوت 17-9. كرة من جديد، محمد محسن مع اللاعب محمد باقر علي وكرار حمود والأسماء الأخرى. كرة من جديد عادت لكرار حمود. فريق بلدية البصرة بهذه الدقائق يبحثون يحاولون العودة من جديد لهذا اللقاء، وكرة وهدف، هدف يسجل بهذه الدقائق. كرة من جديد، مخالفة لمصلحة الكوت. الأسماء الموجودة ممكن أن يكون منافس على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب، يحاول ولكن تصدي جيد. وهنا فاست بريك لمصلحة بلدية البصرة، ولكنها غادرت إلى رمية لمصلحة فريق بلدية البصرة. البحث لا زال مستمر، يحاولون يبحثون. الفارق أصبح 7 أهداف بين الفريقين. هسه نشاهد عودة لهذا الفريق من خلال هذا اللقاء، نشاهد ونتابع للأمام، ولكن التصدي أمامية ولكنها مرت إلى الخارج. كرة مرت إلى الخارج. لازلنا أيها الأحبة مشاهدينا في كل مكان، متابعي قناة العراقية الرياضية، وهذا النقل الحصري لمباريات دوري النخبة العراقي لكرة اليد
بمشاركة 10 أندية بعدما انسحب نادي الناصرية في هذا الموسم، موسم 2025-2026. التقدم لمصلحة الكوت بهذه الدقائق. كرار حمود مع موسى الكاظم ومرتضى عمران. مناولات، البحث لا زال مستمر لهذا الفريق للعودة وتسجيل الحضور، ولكن كرة كانت فيها صافرة ومخالفة لمصلحة بلدية البصرة. يبحثون على قاعتهم العودة من جديد. حشد حامل اللقب فريق بلدية البصرة، طبعا مباراته الأولى خسرها أمام نفط البصرة 28-26. بعد ذلك أيضا خسر من أمام الجيش بفارق كبير 38 مقابل 17، وأيضا الخسارة في الثالثة مع ديالى ب 35 مقابل 20، ولكن أيضا خسر مع الحشد. هنا فاست بريك سريع لمصلحة الكوت، ولكن فيها مخالفة لمصلحة فريق الكوت بهذه الدقائق. هسه نشاهد عودة بالنسبة لبلدية البصرة، ولكن الكوت أفضل وأقوى وأحسن عطفا على ما نشاهده من خلال هذا اللقاء. واضح التفوق لفريق الكوت، الفريق الذي في هذا الموسم أصبح ينافس على المراكز المتقدمة في جدول الترتيب بسبب طبعا الأسماء المتواجدة بفريق طبعا الكوت من الأسماء الدولية المتواجدة. إذن أحبتي مشاهدي ومتابعي قناة العراقية الرياضية، وهنا تأتي نهاية الشوط الأول بتفوق واضح لمصلحة الكوت 17 مقابل 10. إن شاء الله ألتقيكم مع بداية الشوط الثاني. استراحة قصيرة ثم لنا عودة.